وأخيرا الصبح جه. أنا متحمسة جدا، النهاردة يوم فرحي. وأخيرا اليوم اللي كنت بحلم بيه جه، لما أعمل بقى الروتين بتاعي، أخد شاور سريع وبعدين أروح الكوافيرة عشان أظبط نفسي. وطبعا أنا لازم أكون جاهزة قبل ميعاد القاعة. لما أروح الأول أغسل وشي وأغسل أسناني. مم، أغسل أسناني كويس جدا يا جماعة، وبس كده. يا ترى الفستان هيبقى حلو عليا ولا لأ؟ أنا متحمسة جدا ألبسه لما اخد شاور سريع كده. أنا محتارة بصراحة، مش عارفة استخدم أنهي شاور فيهم، بس أنا بحب الشاور ده. لما احط كمان الماسك على وشي بيخلي بشرتي حلوة قوي وناعمة. يا سلام. شكلي بقى عامل كده ليه؟ ده لو العريس شافني كده هيتخض. لما اغسل بقى. لما اشيل الماسك كمان كده الميعاد انتهى. واو، انا حاسه ان بشرتي بقت ناعمه جدا لما اشوف في المرايه كده. واو بجد انا مش مصدقه، شكلي يجنن بجد. حلو قوي. لما اروح بقى الكوافير. كويس يا عروسه ان انتي جيتي في وقتك. يلا بقى نبتدي، هنعمل ايه؟ اول حاجه هنغسل شعرك. انا هروح دلوقتي اجيب لك ماسكات حلوه لشعرك وهتناسب نوعيه شعرك. وكمان يا عروسه احنا لازم نقص شعرك عشان هو طويل، مش هنعرف نعمل لك تسريحه حلوه. ودلوقتي هروح اجيب لك الكريمات. ايوه الكريم ده ممتاز جدا لشعرك، وده كمان. طيب خلاص هحطلك ده الاول. يلا يا عروسه انا هحطلك كميه مناسبه جدا لشعرك. انا هروح دلوقتي اجيبلك النوع التاني من الماسك. طيب هو راح فين؟ كان هنا. خلاص انا لقيته اهو. طيب يا عروسه ده اخر مرحله وبعدين نغسل شعرك. واو بجد شعرك بقى ناعم جدا. طيب يلا بقى تعالي يا عروسه عشان تغسلي شعرك. خلاص يا عروسة احنا كده غسلنا شعرك كويس، لازم ننشفه بالاستشوار وبعدين نعملك تسريحة الشعر. يلا تعالي بقى، تعالي ورايا. انا هنشفلك شعرك وبعدين اعملك التسريحة. مهم. شعرك ما شاء الله كبير، فهياخد وقت عقبال ما ينشف. بس خلاص تقريبا كده خلص. تعالي بقى اعملك تسريحة شعر تجنن، هتعجبك جدا. ها يا عروسة انت عايزة تعملي تسريحة شعر ايه؟ اختاري التسريحة اللي انت عايزاها. انا بصراحة بفكر عايزة اقص شعري. عايزاكي بقى تعملي لي تسريحة شعر ويكون شعره قصير. ده لأ، وده برضو لأ، وده لأ برضو. لأ ده قصير جدا. طيب بصي، خلاص انا اخترت، اعملي لي التسريحة دي. طيب تمام ماشي، انا هعملها لك دلوقتي. كده خلاص انتي قلتي ده لأ، طيب خلاص هي دي ماشي تمام. خلاص يا عروسة أنا كده خلصت، فعلا شكلك حلو قوي. واو بجد شكلك حلو قوي في القصة دي. وكمان غيرتلك لون شعرك، ايه رأيك؟ واو بجد شكله حلو قوي، ده اللي أنا كنت بحلم بيه. أنا بصراحة عاجبني جدا، وكمان مع الفستان والتاج هيبقى يجنن. طيب يلا يا عروسة بقى عشان تلبسي الفستان بتاعك والتاج ونشوف اللوك بتاعك هيبقى عامل ازاي. أنا متخيلة إن انت هتبقي قمر جدا. أنا محتارة جدا، مش عارفة أختار أنهي فستان فيهم، كلهم حلوين بصراحة. طب أنا أجرب ده كده. واو شكله حلو قوي يجنن. بس في تاني، أختار تاني يمكن يبقى في حاجة أحسن منها. ألبس التاج الأول. طيب أختار الفستان ده كده. واو 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 بجد شكله حلو قوي. طيب أجرب فستان تاني. واو شكله حلو، بس أنا بحب ألبس حاجة طويلة. واو ده يجنن برضو. أنا محتارة جدا، مش عارفة ألبس إيه. يا ربي ده ولا التاني ده. أنا بصراحة عاجبني ده أكتر، شكله حلو قوي. خلاص بقى أنا هختار ده وخلاص، شكله حلو قوي. لما أروح كمان ألبس إيه تاني؟ ألبس الحلق. واو 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 قمر بجد. طيب ناقص إيه تاني؟ بس أنا فرحانة جدا باللوك بتاعي ده، أكيد عريسي هيفرح جدا لما يشوفني كده. أنا متحمسة جدا يشوف شكلي وقد إيه أنا قمر. لما اختار كمان بوكيه الورد ده، شكله جميل قوي. البينك ده حلو ولا الأحمر؟ الأحمر حلو قوي. واو 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 بجد جميل قوي. أنا محتار جدا، مش عارف أختار أنهي بدلة، البدلة البيضة ولا الروز دي.
محتار جدا، يا ربي أختار أنهي. بس سلمى بتحب اللون ده جدا. أنا بصراحة محتار. لما أقيس الاتنين وأشوف. دي شكلها حلو قوي عليا، جميلة جدا. طب ممكن أشوف التانية. واو، شكلها حلو جدا. بس أختار أنهي فيهم؟ أنا هختار اللي سلمى بتحبها. اللون اللي هي بتحبه أنا لازم ألبسه عشان يعجبها كمان. لما ألبس بقى البدلة اللي سلمى بتحبها. واو، شكلها حلو جدا. لما أروح بقى أجيب العروسة. سلمى، معقولة أنا مش مصدق نفسي. يلا بقى الفيرست لوك بتاعنا. جاهز يا وليد؟ أنا هلف دلوقتي. يا رب يعجبك، إيه رأيك؟ واو، إيه الجمال ده يا سلمى. انت أصلا أمورة. بس بصراحة شكلك بقى قمر جدا. وانت كمان يا حسام، البدلة شكلها حلو قوي، وانا بحب اللون ده جدا. احنا النهاردة يا سلمى أحلى عريس وعروسة في الدنيا دي كلها. يلا بسرعة شدوا حيلكم، العريس والعروسة قربوا يوصلوا. يلا نجهز القاعة. أول حاجة هنجيب الديكورات بتاعتنا. نجيب ايه يا ربي؟ عندنا حاجات كتير، فاحنا هنجيب كل الحاجات دي. ايه رأيكم؟ هنرتبها بس الكراسي دي. هنشيل ده ونرتب كده القاعة عشان العريس والعروسة يكونوا مبسوطين من الحفلة. ونحط ده، المفروض كرسي العريس وبتاع العروسة لازم يكون مميز، فهنحطه كده. وبعدين نجيب ايه تاني؟ لا، ده كده عايز يتظبط شوية، فاحنا هنحط الكرسي هنا وده كمان هنا، ونحط ده كده. وبعدين عايزين ننظم الكراسي شوية، فتمام. ممكن ده نرجعه ورا كمان، نرجعه ورا. فكده برضو حاسة ان عايز يتظبط شوية، وكمان لازم نجيب نور كمان. طيب خلاص، نشتري حاجات تانية. نحط ده كمان هنا. عايزين نخلي المكان فاضي قدام العريس والعروسة، فهنجيب كاسات برضو. نسينا الكاسات. ونحط ايه تاني؟ لا، هنا مفيش حاجة. طيب، الشمع ده حلو، ممكن نحط في كل ترابيزة شمعة، هيدي جو حلو جدا. وكمان ايه تاني عايزين؟ لا، ده احنا جبنا منه. واو، حبل النور ده حلو جدا. وبعدين وده كمان. وايه تاني؟ خلونا بقى دلوقتي نرتب القاعة، فنشوف في حاجة تانية هنحتاجها ولا لأ. تقريبا كده احنا جبنا كل حاجة. المفروض دلوقتي بقى نرتب القاعة عشان العريس والعروسة خلاص قربوا يوصلوا، نص ساعة ويكونوا موجودين. فكده الأنوار ننورها كلها. وبعدين ممكن نحط كمان كرسي العريس والعروسة. طبعا احنا اللي نسينا حاجة مهمة، الشاطر اللي هيقولها. نسينا نجيب التورتة، فهنجيبها يا جماعة. ونجيب كمان العريس والعروسة عشان ياكلوا التورتة. وبس كده، كده احنا حطينا الأنوار ورتبنا قاعة الفرح بتاعتنا، وجميلة جدا. وهنجيب العريس والعروسة وشكلها تحفة 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 بجد، جميل جدا. يلا بقى يا عريس ويا عروسة، اتفضلوا، ميعاد الفرح ابتدى. واو، قاعة الفرح حلوة يا وليد، عجباني جدا. ولو عجبتكم انتوا كمان يا أصحابي ما تنسوش اللايك. ولو وصل الفيديو ده ل1000 لايك، بكرة هعمل لكم فيلم في يويا تايم. وباي.